السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير دايما. النهاردة هعمل معاكم ان شاء الله الكشري اللي هو في الحلة الواحدة. اول مرة اعمله، انا عمري مجربته بصراحة، قلت اجربه معاكم النهاردة وهنبتدي بقى مع بعض ونشوف هنعمل ايه. ده حوالي كوباية ونص من العدس الاسود اللي هو بجبة يعني، وبعدين حطيت عليه مية سخنة قد ساعة ساعتين كده. خلاص. وجبت بصلتين كبار وابتديت ان انا ابشرهم على المبشرة دي بتاعة الشيبسي، اقطعهم على قطعة الشيبسي اهو زي ما انتوا شايفين كده. طبعا هي بتقطع البصل رفيع جدا، فبيبقى سهل جدا، يبقى مقرمش، بيبقى سهل في التحمير وما بياخدش وقت. ادي هو بديني بفرطه عن بعضه عشان لما انزله في الزيت يبقى ينزل بكل سهولة. طبعا انا ولا بحط دقيق ولا بحط نشا في البصل، يا دوبك زيت سخن كده غزير، وابتديت انزل على الزيت زي ما انتم شايفين. طبعا بطلعه باول ما يبتدي يبرد بقوم مكسره بايدي، طبعا بيكون مقرمش فبيتكسر بكل سهوله. ادي شكله اهو. طبعا بطلعه ما ياخدش لون، يعني قبل ما ياخد اللون الغامق على طول اقوم مطلعه علشان ما يغمقش مني ويسود، وطبعا ما نحسش بمرارة في ايه في الاكل واحنا بناكله. ادي هنا اهو بطلعه اللي هي المقصوصة دي زي ما انتم شايفين كده اهو. خلاص طبعا خلصت الكمية كلها. هدخل بقى على الشعرية. جبت الشعرية وجبت الزيت بتاع البصل. خلاص انا الزيت ده هستعمله للصلصة. طبعا انا خدت منه لما لقيته كتير قوي على على الشعرية، خدت منه حبة كده. وهنا كانت الشعرية اتحمرت. هنزل طبعا بالرز المغسول زي ما انتم شايفين، نفس طريقة اللي هو العدس العادي، بس هنا بقى بنسلق المكرونة معاهم، بنحط المكرونة معاهم مش بنسلقها. وبنقلب كويس قوي قوي، كل ما نحط حاجة نقلبها. طبعا الزيت بيكون كتير شوية علشان احنا هنعمل كل حاجة في الحلة دي. وهنا العدس برضو بيتقلب كويس جدا جدا عشان يتغلف بالزيت زي ما انتم شايفين. هنا بقى نحط الملح. مع الملح طبعا حسب الرغبة، انا حطيت معلقتين ونص صغيرين كمون، وكمان حطيت شطة بس تقريبا ما جاتش معاكم، لا جت. خلاص. وبعدين هنزل بالمية. طبعا هتقولوا فين المكرونة، هنحطها حالا، بس قلت عشان لو هي مقصوصة او اللي هي الصغيرة دي كنت شوحتها مع الزيت، لكن انا هعملها طويلة فبحطها بعد ما احط المية. حطيتها بالطول والعرض كده، طبعا قسمتها وحطيتها وكملت مية يا دوبك غطيتها وبالمعلقة، وابتدي ان انا آه يعني انزلها شوية كده في المية واغطيها. خلاص. وهغطي لما يستوي. طبعا العدس بالحالة الواحدة ده حلو، طعمه حلو وجميل، بس بصراحة العدس اللي احنا بنعمله اللي هو المكرونة بتتسلق لوحدها بيبقى احلى، لان انا اول مرة اجربه فقلت اجربه معاكم. هو حلو كل حاجة، بس اللي هو المكرونة المسلوقة بيبقى احلى. ودي تومة، حبة توم كده وعليهم حبة خل بعد ما اتحمروا. ونزلت بالصلصة عادي جدا. واول مرة اعمل الشطة اللي هي اللي على النار دي، جبت حبة زيت سخن ونزلت بحبة شطة وقلبت، ونزلت بحبة من الصلصة طبعا فيها ملح وفيها كمون وكزبرة. ودي الدقة برضه اول مرة اعملها اللي هي اللي على النار دي. شوحت التوم لحد ما خد لون كده، وبعدين طبعا حطيت له زيت. وبعد كده هنزل بمية، ادي كوباية مية. وكمان بعد كده هنزل بالخل، حوالي نص كوباية من الخل. وبعد كده هنزل بربع كوباية من الليمون اللي هما معادل ليمونتين كبار. ادي هم الليمون، ويا دوبك هياخدوا غلوة بسيطة. طبعا ملح وكزبرة وكمون، طبعا الحاجات دي روح الكشري. خلاص. وزي ما قلت لكم انا سبت حبة من الزيت بتاع البصل عشان احطه على الصلصة. خلاص. طبعا هيغلوا زي ما قلت لكم اللي هي الدقة دي هتغلي على النار يا دوبك غلوة. وخلاص هشيلها واجي بوريكم شكله اهو مفلفل وجميل، مش معجن خالص وطعمه جميل.
وما تنسوش بقى تشتركوا في القناة اللي ما اشتركش وتعملوا لي اللايك. وادي الشكل النهائي للكشري. يا رب الوصفة تكون عجبتكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.